عاجل وبالفيديو. مليون مبروك للجزائر التأهل. بي إن سبورت القطرية تعلن رسميا تأهل الجزائر وموعد أول مباراة لها في المونديال ضد سويسرا. شاهد التفاصيل. ولكن إذا كنت مسلم وتدعم تأهل الجزائر فنستحلفك بالله أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتصلي على نبينا الكريم. أعلنت بي إن سبورت القطرية النسخة الأجنبية قبل قليل عن أكبر مفاجأة في ملف الجزائر، مفاجأة عظيمة ينتظرها كل الشعب الجزائري. وتداول رواد التواصل بيان لبي إن سبورت تعلن فيه رسميا على أن يوم الخميس 24 من الشهر الجاري على الساعة 5 مساء ستكون أول مباراة للجزائر ضد سويسرا في مونديال قطر بعد تأهلها رسميا. وتستعد الكاميرون لمغادرة المونديال، وذلك لأن ساعاتها أصبحت معدودة بعد تدخل البنك الكاميروني الدولي وتورط صامويل إيتو بعد اكتشاف وجود رشوة حسب ما يتم تداوله. وبهذا وحسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام جزائرية فالرشوة هي السبيل الوحيد الذي سيجعل الجزائر تتأهل بشكل مباشر وسيقصي الكاميرون. وذكر موقع سويسري قبل قليل أن اجتماع الحسم يجري في هذه الأثناء في مقر الفيفا بحضور رئيس البنك الدولي الكاميروني، وذلك لإثبات وجود الرشوة قطعا وإعلان تأهل الجزائر رسميا واستبعاد الكاميرون. وحظوظ الجزائر الآن بالتأهل هي 99%، واليوم بإذن الله سيتم إغلاق هذا الملف وثقتنا بالله كبيرة.